مش هتصدق اللي هقوله لك ده ممكن يسهل عليك حياتك حرفيا بالذكاء الاصطناعي. جايب لك اقوى 7 ادوات في الذكاء الاصطناعي هتغير نظرتك للحياه، خصوصا اخر 2 روعه انا شخصيا بعتمد عليهم في كل شغلي. اول حاجه شات جي بي تي، ده الاب الروحي لاي حد عايز ينجز بسرعه. تكتب له سؤال يرد عليك في ثانيه، سواء بتدور على افكار، محتوى، كود، او حتى عاوز حد يطبطب عليك ويقول لك شاطر. متوفر على الموبايل واللاب، وكمان في نسخه مجانيه، بس لو عايز مزايا زياده هتدفع شويه. وهو الافضل في مجاله عشان نجيب من الاخر، لان اللي زيه كتير بس تعبانين. 2 جاما، لو مطلوب منك برزنتيشن احترافي ومفيش وقت، الاداه دي هتعمله لك في دقائق. مجرد تكتب العنوان والنقط الاساسيه وهي تظبط لك التصميم والمحتوى، كأن عندك مصمم محترف شغال معاك. متاحه على كل الاجهزه وفيها نسخه مجانيه كويسه جدا. 3 ليوناردو اي اي، لو عايز تعمل صوره بسرعه وبجوده عاليه بالذكاء الاصطناعي فدي افضل اداه متكامله. اداه جباره في توليد الصور من النصوص، بتنافس ميد جورني بس مع تحكم اكتر. متاحه على الموبايل واللاب، بيديك عدد من الصور مجانا كل يوم تقدر تعملهم. 4 جاسبر اي اي، لو عايز حاجه تساعدك في كتابه المحتوى وتنظيم الافكار هو اللي هيظبطك. بيكتب مقالات، اعلانات، سكريبتات، وكل حاجه تخص المحتوى التسويقي. متاح على الموبايل واللاب، لكنه للاسف مش مجاني، بس لو شغلك محتاجه هيكون استثمار يستاهل. وله بديل مجاني وهو رايتر، بس اقل منه في الامكانيات. 5 فايرفلايز اي اي، ده لو بتحتاج تلخيص محاضرات، مقالات، او حتى فيديوهات يوتيوب هو اللي هينجز لك المهمه. بيحول الكلام المكتوب او المنطوق لنقط اساسيه بسرعه رهيبه، وعنده بلان مجانيه ومدفوعه حسب احتياجك. 6 رانواي، هنا بقى السحر الحقيقي، الاداه اللي بتساعدك في انك تعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. تقدر تحذف خلفيات، تعمل انيميشن، او حتى تحول صورك لفيديوهات بجوده سينمائيه، وكمان تحولك لكرتون بشكل خرافي. الاداه دي مناسبه لاي حد عايز فيديوهات احترافيه بدون خبره في المونتاج. 7 11 لابس، لو بتدور على افضل اداه لتحويل النصوص لصوت بشري فدي الاداه المثاليه. تقدر تعمل منها فويس اوفر بجوده عاليه لاي محتوى بكل اللغات، سواء فيديوهات، كتب صوتيه، او حتى مشاريع تعليميه، والاصوات اللي فيها واقعيه جدا، وتقريبا دي افضل اداه في اللغه العربيه. كل الادوات دي مش هتسهل حياتك بس، دي هتغيرها بالكامل. لو عايز روابط الادوات دي اكتب لي في الكومنتات كلمه روابط وهبعتها لك في رساله.